جديد أبناء عطيف من أشهر العوائل الرياضية بدأوا من نادي الشباب ودافعوا عن كل ألوان أندية العاصمة والاتحاد والرائد. أيضا هناك شائعات تقول بأنهم سيجتمعون وسيتم شملهم مجددا في نادي الشباب. عبد الله الدرويش وجمال بهيج زاروهم. تفضلوا. العائلة الكروية الأكبر الظاهر في الملاعب السعودية. طبعا معنا اثنين ما يلعبون اللي هم فواز ومحمد. علي لاعب نادي الاتفاق، الحمد لله على السلامة يا علي. عبده متصدر لاعب نادي النصر. بعطيكم دقيقتين بس. أحمد قائد فريق الشباب. صقر اللاعب المحترف في البرتغال. أجنبي يتكلم برتغالي ها؟ يتكلم برتغالي برتغيز. معكم مترجم؟ هنا ها شوف نار الخيار. احمد ربي ان الله اعطاني الموهبه هذه، الحمد لله ما ابي غير، يعني توفيق من الله واعطاني الموهبه هذه. وكثير يعني يمكن كثير من الاشخاص يتمنون انهم يكونون كلاعبين ولهم الوضع، فانا الحمد لله راضي بالشيء هذا. والحمد لله ان في كره قدم يعني احمد، لو ما في كره قدم يعني اتوقع اني سكرتي، حتى سكرتي ما ينفع قصير يعني ما ادري ايش نسوي بها. ها مش ها ايوه شكلها بحافز، نشوفها بحافز. طيب حتى هو شهادته وش نفعته؟ ذبحنا نذاكر وش وقت الاعتزال وش يعني؟ طيب تعتزل الله يفرجها، لكن وش فيها دروس وصجنوا ورياضيات وفيزياء وبهذني ويذاكر وما ادري وش ما طيب هو نفس الحكايه. انا اسمي تعبان ما تلاحظ، اسمك عبده كأنك شغال مقصف والله كأنك بنشري، عرفت؟ لما تنادي اسمه تحس انك تبي تغير كفر، انت بطالب كوره. انت بس 1 2 تمريره دوران تقطع كور، غير كذا ما في شيء في حياتك. هذا من يوم ما تصدر صار المفتاح الملحق بيده، يعني ننتظر لين يجي وقت معين. ذبحتنا. طيب انا لي اكثر من سنة دائما متصدر ودائما احقق بطولات، يعني متعود على الشيء هذا. انا ما اتكلم ان شاء الله لين اجيب الدرع هنا ان شاء الله نحتفل فيه ان شاء الله. يقول درع والله ما هو متعود الدرع ايام زمان، فهمت شلون؟ لانه هذا فهمت. انا لا متعود، انا بوصف له شكله، عرفت؟ بوصف له شكله واقول له وش الطريقه وكيف يستلمون. خلينا نتكلم عن النصر الحين شوي، بما ان احمد يتحدث عن الفوز بالدوري والصداره. هل شايف انتم ان النصر فعلا ماشي بالطريق الصحيح للفوز بالدوري؟ والله الحمد لله الى الان اتوقع انه في المسار الصحيح، نستمر على المنوال ان شاء الله. طبعا المار القادم راح يكون اصعب من الماضي او اللي فات، لكن بما ان شاء الله حاطين في بالنا ومصممين وعندنا الطموح الكبير وعندنا الامكانيات الفنيه والغير الفنيه ان نقدر نحصل الدوري. واتوقع انها فرصه كبيره لنا متاحه، خاصه العناصر هذه الان موجوده في نادي النصر انها تقدم هالانجاز الكبير لنادي مثل نادي النصر يعني. طيب علاقتك مع كارينيو ممتازه؟ والله ممتازه، يعني تحكم علاقتي معه تبقى فنيه، يعني ما لا يعني انا لاني صديقه ولا اني اخوها ولا اني قريبه، او العلاقه اللي تربطني بينه وبينه لاعب ومدرب داخل المستطيل الاخضر في التمارين او مباريات، هذا العلاقه فقط. يعني اذا صار خلاف راح يكون خلاف فني يعني. نعم. انت راضي عن مستواك في النصر؟ والله شوف كرضا على اللي أعطيت من الوقت راضي، يعني يعتبر بالنسبة لي على رغم ابتعادي فترة طويلة من المشاركة الأساسي وكذا، لكن اللي قدمته يعتبر مرضي، خاصة من ردة فعل الجمهور يبان هالشيء يعني. لكني أطمح أني أقدم أفضل، أكون عنصر أساسي في تحقيق إنجازات مع نادي النصر. أحمد، الشباب الآن كيف تقيم وضعه بشكل عام؟ هذا شيء طبيعي اللي يحدث لنادي الشباب، يعني فرق كبيرة وعالمية تكون من المرحلة هذه، لكن الشيء الأهم بالنسبة لنا أن نتجاوز المرحلة هذه كلاعبين وكإدارة وجهاز فني. أكيد احنا مقصرين في أشياء كثيرة، كل واحد مجتهد يحاول انه يعمل الافضل، لكن ما هو كل شيء ممكن
يصير من اجتهادنا هو الشيء الصحيح. دارت أحاديث أنك ممكن تعود إلى ناديك السابق الشباب، هل الكلام هذا صحيح؟ والله شوف، كرة القدم عصر احتراف، يعني حتى كرة القدم عرض وطلب، يعني ممكن فريق يحتاجك، ممكن الشباب يحتاجك، ممكن أي فريق، يعني ما راح أسمي أي فريق ممكن يحتاجك، ممكن يجيبك، يعني مو بس الشباب، يعني أنا لاعب كرة قدم فأي فريق يحتاجني أو أنا أشوف إن الفريق راح أقدم مستويات جيدة معه وكذا، أكيد يعني حأقبل يعني. أنت ما دخلت كرة القدم؟ ما دخلت، كنت ألعب مع الشباب في الحارة في أماكن، لكن أنا ما أخذت كرة القدم على أنها مستقبلي راح أبني عليه أو كذا. فالحمد لله وصلت دراستي الجامعية بعد الثانوية وتوفقت الحمد لله. وبعد الجامعة جاء التعيين فيه وخلاص أخذت يعني شغلي واهتميت بشغلي أكثر والحمد لله. من اللي حاسس أكثر واحد من الخمسة شاك طريقة في كرة القدم؟ طبعا بحكم الاستقرارية، يعني بدون يعني الأحداث اللي حصلت، الكابتن أحمد يعني ما شاء الله نقول كمستوى هو الأفضل يعني، والجميع طبعا لديهم موهبة وإن شاء الله يتوفقون في الأندية الثانية. كان أي ألم يجيني على طول اتصل على عبده، جاني ألم هنا جاني كذا، فتعرف هو مجرب مرتين، ما شاء الله بإذن الله أن تكون آخر إصابة بإذن الله الجميع. لو بترجع من البرتغال وقدامك 4 خيارات، يا تلعب مع أحمد أو تلعب مع عبده أو تلعب مع علي أو تلعب مع عبد الله، تختار مين؟ ولا بتروح نادي خامس مختلف؟ لا يشدون حيلهم، اللي يهمزني أكثر ويضبطني أروح معه. عندكم تحديات ثانية برا الملعب؟ والله في الأخوان ذبحونا الأوروبيين بالبلياردو، بس كل جيم ما حد يفوز، كل جيم ما حد يفوز، نعيد ليأذن الفجر ولسه ما حد يفوز. تنتهي تعادل؟ ما أدري وش وضعهم هم. بس المشكلة إني أنا ما ألعب. ما تلعب بلياردو؟ يعني قصير ولازم مركة، عرفت، واطلع مشكلة، فهمت شلون؟ ما في مركة متحرك، ما طول والعصا طول مني، صعبة، فأنا أحترم نفسي وأقعد بس أتفرج.